سفير. يا أخي تكلمت بما فيه الكفاية. اسكت وانتظر الإجابة. ثواني اسكت وانتظر الإجابة. في مشكلة عندك أخوي بالإنترنت. صلح إنترنتك وصعد. نور الدين، دهن عود، خواطر، أرجوكم إذا كان في أمر قاله أخونا زئبق غلط، أبي شخص واحد بس يكلمني أنا شخصيا. أنا سأجاوب يا أستاذ. لا بدون الإجابة. ثواني بدون الإجابة. شنو الغلط اللي جابه؟ إذا تفضل. الغلط اللي جابه هو تبلى على الحسن الثاني رحمة الله عليه بأكاذيب. قال بأنه هو كان جاسوس للموساد وأدخل جواسيس الموساد إلى بلسان ضباط. نعم. زئبق. نعم يا أخي. نعم. بس ثواني. نعم. بس ثواني. نعم. هو دلس. ثواني بس. صبرك شوية لو سمحت. عطني الكلام اللي قاله بالملي علشان أشوف أنا هل أنا سمعت شيء خطأ أو هو مرر أمر غلط. بس تفضل. أستاذ خليفة، الكلام الذي قاله وهي أسطوانة يرددونها كغير، لأنهم يأتون بنفس الكلام. هو يقول بأنه الحسن الثاني كان سبب في هزيمة العرب في حرب 6 أيام، وأن الحسن الثاني مكن الموساد من التسلط على الاجتماع العربي، وكلام فارغ. وهو يستدل في حقيقة الحال هم متناقضون فيما يقولون. عندما يتكلم على الكيان الصهيوني الماكر، يعني هذا اللي قاله. نعم هذا اللي قاله بأنه بين قوسين بأن الحسن الثاني خان العرب. لا هو ما ذكر الحسن الثاني نعم ذكره يا أخي. نعم ذكره. قال الحسن الثاني هو من ذكر الحسن الثاني وباسمه. ذكر. لم تنتبه يا أخي فقط. ذكر الحسن الثاني. لحظة بس ثواني. أنا رن تليفوني من أحد المودريتر اللي موجودين تحت، قال لي أنا بطلع من يعني اللايف، عندي شغلة أسويها وارجع. ففي هذه اللحظة إذا ذكر فشوية بس هني ثواني. أخوي زئبق، أنا أبلغت في منطلق الكلام بداية النقاش أن لا يتم الازدراء من رموز المغرب ورموز الجزائر، لكن يعني أرجوك في الدرجة الأولى والثانية. أنا شخص خليفة بس اسمعني. لا اسمعني. نعم. أنا أرفض أن يمرر إساءة للجزائر قيادة وشعب، ومثل هذا الأمر أرفض أن يمرر على المغرب. فالنقاش مع حفظ ألقاب الملوك ورؤساء الجزائر حتى يكون النقاش واضح. فأرجوك أن تعتذر في حال أنك أسأت لي الحسن. لا أخي خليفة الاعتذار هو أنك دقيقة بس. الاعتذار لا بس أرجوك لا تقاطعني. أنا شوف اسمعني، والله العظيم أنا ما أحب أن أحد يقاطعني، حتى بس أوضح أنا شخصيا حتى لا يقال في يوم من الأيام أني أنا مررت الإساءة للشعب المغربي أو قيادة أو إلى آخره أو الجزائري أو إلى آخره. فيا أخوي خليفة، أنا المعني بالأمر ما يخالف، ولكن أنت معني وأنا أرفض أن حتى لو أنت كنت معني أنك تسيء. هذا دوري للجواب عليه. أنت تكلمت معليش. أنا المعني بالأمر يتكلم معي. خليني نوضح. أنت ما تعطيني مجال إني أنا أتكلم. أنا مش في أمر دورك ولا مش دورك. أنا زج أمر إن زئبق غلط على الملك الراحل الحسن. شوف الأخ خليفة، أنت إنسان محترم، وأنا مستحيل أني كما نقولوا نحاول أني نمرر من المنصة تاعك كلام لي باش نسيء به الإخواننا عن كما نقولوا عن طريق المنصة تاعك، وكما نقولوا نغفلك.
هذا الشيء انا ما نديروش، هذه ماشي من التربيه تاعي. انا لما تكلمت انا في اطار المحاوره ومداخلات وتبيان شكون هو على حق وشكون هو على صواب، لاننا الان متخاصمين. انا لما جبت شهاده يا الاخ خليفه ما تكلمتش اني ما سبيتش رئيس ولا اي وزير ولا اي مسؤول في اي دوله، لم اسب انا بلساني، انا لم اصفه باي شيء. انا جبت شهاده تاريخيه مصوره صوت وصوره بلسان احد الضباط، الكلمة اللي قالها قال صديقنا الحسن الثاني. أين هي الإساءة؟ أنا تكلمت بلسان أحدهم، وأنا أصلا حتى لو قال كلمة مثلا لو شتمه وأنا عاودتها، ناقل الكفر ليس بكافر. أنا أصلا الكلمة اللي جبتها الأخ خليفة قلت قال الضابط. تحب نوري لك الآن الفيديو؟ الآن راهو أنا ما بشوفه، بس ما يخالف، بس أنا ما بشوفه، بس ثواني هني استوقفك عند هذا المكان. اخواني يعني عبدو دهن عود. نعم، اردت فقط ان اوضح خليفه. انا ساوضح طرحك للاخ الجزائري. يا اخ الجزائري، قال لك خليفه لا تسيء لحكام ورموز المملكه. لا نترك هذا الامر، بس احنا نبي نعرف شنو المقطع. نعم ساشير له لأن مغربي. أنا الآن لدي الحق بعد قولك هذا. أنا أقول أن هواري بومدي أو لا الأمير عبد القادر كان خادما لفرنسا ولدي لا 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 يا جماعة أرجوكم يا أخي، أرجوكم رجاء أنكم تحترموني. إذا ما كان النقاش باحترامي أنا شخصيا لتعدد أسباب حفظ الألقاب والمسميات، فأنا أستوقف وأقفل اللايف في هذه اللحظة، ولا أسمح أن تمر إساءة. رحم الله الأمير عبد القادر ورحم الله الحسن الثاني، وأطال الله أمن وأمان الجزائر والمغرب بتعدد الاختلاف اللي بينكم. لكن ثواني صبرك وحسبك عند كلمة انقالت. زئبق وضح لي كلامه واضح وقال أنا الحين يا أخي أنت لحظة، أنت مو ميوت طول اللايف، أنت بلوك طول حياتي ما أنا موجود في تيك توك، اطلع برا غير مأسوف عليك. اسمعني لو سمحتوا أخواني أرجوكم، والله العظيم أن يعني أنا عندي جهازين والمودريتر طلبوا أنهم يقادرون اللي تحت إخواني من الكويت ودقوا علي فطلعوا، فما أنا ما عندي يعني ماني اخطبوط أقدر أدير أتابع تحت وأتابع فوق، ولا أبي أكون غمعي أسكر اللايف. فأرجوكم إذا غلط أخونا زئبق قلت بإساءة واضحة وصريحة أعطوني إياها، حتى يعني أنا شخصيا أكون يعني اللي يناقشه ويلزمه بالاعتذار. لكن إذا قال كلام إن في مقطع وشكر لصديقنا الحسن الثاني، هذه أنا ما أفقه إنها فيها إساءة، ولكن أنتم تفقهون هذه إن في إساءة. أما سالفة إن يمرر أنا يحق لي أن أرد وأقول كلمة مثلا الأمير عبد القادر كذا ولا ما أعرف إيش، فهنا النقاش عقيم والعقم لا يأتي بنتيجة مثمرة. أنا إنسان أرقى من أن يكون يعني نقاشي بعقم. أرجوكم أخوي أبو سلطان لو تكرمت ممكن دان عود عفاك. أنا لما أقوم بمداخلة أنا أجيب على هذه النقطة أكلم أبو سلطان دقيقة فقط، دقيقة فقط، لا أقل ولا أكثر. إذا أذن لي دقيقة بس، الله يحفظك. تبي تعود ترد بعد إذنك دقيقة. ما يخالف يا أبو سلطان. شنو أوضح شغلة وبعدين سيعطيك كلمة أخوي أبو سلطان. أقول لك شيء أخوي أبو سلطان، المشكلة ما بين المغرب والجزائر مشكلة عميقة جدا، صارت مشكلة. ما هي المشكلة هذه ما كانت بيننا وبين العراق وانحلت في يوم وليلة وضحاها؟ لأنه في عقلاء في العراق، في عقلاء في الدول الخليج، في عقلاء في الكويت، في عقلاء في السعودية. مشكلة. لكن أنت ما خسرت شهيد مثل ما احنا خسرنا. نعم شهيد من ذرية. اسمعني احنا خسرنا شهيد من ذرية مبارك.
من ابن الحكم وظهر الحكم. احنا خسرنا شهداء من بناتنا، خسرنا شهداء من اخواننا، خسرنا شهداء من ابائنا، خسرنا شهداء ما خسرتوها انتم. دولة كيان كامل في ليلة وضحاها تقلقل فيها النظام البعثي الكلب الغاشم، من ضمنهم وعلى رأسهم الكلب المغبور صدام حسين. ولكن احنا ما اليوم احنا ندافع عن الشعب العراقي اذا اسيء له. لأن احنا جيرة، الرسول عليه الصلاة والسلام استوصى بسابع جار، ولكن الخلاف خلاف سياسي وحل من قبل حكمائنا والمطلعين بالحكم السياسي وبيت الحكم من أميرنا الراحل رحمة الله عليه سمو الأمير الراحل صباح الأحمد، هو اللي حل الأمر. أنا معك يا أخي الكريم، لأنه مثل ما تفضل، لكن ما كان في بيننا وبين يعني في برامج تواصل اجتماعي تراشق وإساءة هذا هو لب المشكلة. اليوم حينما تسمع الجزائريين فاتحين لايفات سب وقذف وفي أعراض المسلمين وداخلين، هذا أنا شخصيا يا دهن عود، أنا شخصيا، وأنت الحين قلت لنا الجزائري صح؟ أنا برد عليك بأمر واحد، شايل قافلة ليلا ونهارا يفتح على الجزائر ويلقبهم بالكراغلة. أنا شخصيا كمسلم أرفض أن يمر هذا الأمر على الجزائر بتعدد الأسباب، لأني أنا مسلم، وأرفض أن يمر عليك بتعدد الأسباب لأني مسلم. ولكن هو لا يتحلى بهذه الصفة، هو يتحلى بصفة واحدة، أن يدافع عن وطنه، والدفاع عن الوطن لا يأتي بإساءة، أنا معك، الدين لا يأتي بإساءة. أنا معك يا أخي الكريم، عشان على هذا الموضوع حبيت بس أبين لك نور الدين. أنا آسف نزلتك لأنك واجد تقاطع. دهن عود، سامح طال عمرك أخوي وعمرك، إحنا مسلمين طيب. الجزائريين اللي موجودين مسلمين، أنت مسلم أنا مسلم، والله عيب علينا أن نعد أنفسنا رجال مسلمين ويأتي هذا الأمر بيننا. لا طالما كان النقاش برقي واحترام فأهلا وسهلا، ونحن أهل للنقاش. أما إذا أتى النقاش بصيغة أن تأتي أمور لتصفية الحساب، والله العظيم أنا مش أهل لهذا الأمر. لا، تصفية الحساب ينعد من أمار نية السوء والفتنة. يعني أنا الحين أنا شخصيا أنا أرتاح إذا شفت جزائري ومغربي اتفقوا على أن يكون النقاش برقي، لكن أنا شخصيا ما أقدر أروح أدش على لايف في أقول تعال يا جزائري أنت ليش تسب المغربي. خلاص هذا الأمر هو حسبه الله سبحانه وتعالى. أنا عارف كلامك وفاهم وش قصدك. المشكلة دحين صارت إنه أبعد من مشكلة الصحراء، صارت أبعد من مشكلة الحدود، صارت أبعد من مشكلة التواجد. اليوم صارت المشكلة هي من زمان موجودة. اليوم نعرف ونثبت للعالم أن الجزائر ليس همها الصحراويين، همها شيئان اثنان: الزعامة والمنفذ إلى المحيط. لا همتها الصحراء، لا همها الشعب الصحراوي ولا الشعب الجزائري ولا الشعب المغربي. والله وقسما بالله لو استطاعت الجزائر أن تقذفنا أو تمطرنا بالقنابل الذرية والله ما ترددت ولا دقيقة لكثرة هذا شوف الذي في قلوب. شوف أخوي دهن عود، بس أقول لك شغلة. هذا أمر دخلت بالسرائر إنزين، وهذا الأمر يعني ما ندري شلون نقوله. وأنا شخصيا يعني ما أقول لك أجزم ولا ما أجزم. أنا ما أشوف، أنا رجل محايد في هذا النقاش، رجل لا رأي لي في هذا الأمر. أنا بس أدير النقاش بكل رقي واحترام بينكم. أنت مغربي وأخوي الجزائري بيناقشك، أنتوا اثنيناتكم إخواني، تخاصمتوا، أنا أخوكم أصغر منكم أكبر منكم، تثمنوني بأمري أني أنا إنسان أرفض أن يكون هناك بينكم إساءة. يقاد النقاش برقي واحترام، أحترم المغربي وأحترم الجزائري. أما من يأتي ويعني يمرر أمر أنا ما أعرفه، هذا أمر أنا يضايقني وأستوقفه. أخوي زئبق قال كلام أنا ما أدري شنو الكلام، لكن يعني رن تليفوني وسكت. أنا يعني بس قلت بسرعة شنو، قال لي خايف إحنا بنطلع من اللايف. قلت أوكي مو مشكلة، عندي مودريتر كويتيين 3 كانوا موجودين، قالوا إحنا بنقاتل. قلت أوكي الله معاكم. أنا كنت أسمع لما قال إحنا يعني نحب المغرب العربي أو شغلة، ورن تليفوني ولا ما أدري شنو قال.
بس والله يعني يا اخوي ابو سلطان، لولا انك انسان محترم واللايف تبعك انسان لايف محترم، والله لساسمعون من الالفاظ ما يندى له الجبين، قسما بالله. ما يخالف، هذه حقيقه يعني. لا أرجوك. حتى انا ما اقول لك ان المغاربه ما يقولون او ما يسبون، لا حتى هم يسبون، لكن من كثره ما سمعناه من السب صرنا نرد. هذه هي الحقيقة. الله ما يصير يا أخي محترم يا أخي والله. لو كان عندك صبر أيوب والله ينفذ قسما بالله. أستاذ خليفة معليش خلاص نعاودوا نكملوا الحوار باسكو هنا نقاشت هنا ومشكور فينا في وجهنا. هاك تقدف فينا في وجهنا، تعرفني أنت باش تقول لي تسب ولا ما تسبش، كاش نهار شفتني نسب أنا خلاص. أنا أبيكم تستكملون نقاشكم. أرجوكم أبو سلطان، إذا كان أرد على نقطة الزئبق نتجاوز. شوف، زئبق انتهى الرد للطرف المغربي. أنا بصعد شخص مغربي. نعم. بشوف منه من إخواننا من المغرب موجود تحت. نعم. بنصعد خواطر، وأرجوكم أن ما يكون مقاطعة. أخوي زئبق أخ خليفة، أنا ما حبيت ننزل حتى لا يقال أني هربت، لأني لا. أنا كنت قاعد حتى أدافع على ما قلته. أنا أعلم أني ما سبيت، أنا نقلت كلام تاع إنسان قال صديقنا الحسن الثاني هما شافوها كما سب، لذلك أنا قعدت باش نشوفوا هل حقيقة سبيت ولا لا. المهم ما قدروش يثبتوا أني سبيت، لم أشتم ولن أشتم، أنا ليست من أخلاقي هذا الشيء. وكثير من الجزائريين اللي نعرفهم، أكثر الجزائريين اللي نعرفهم في تيك توك لا يشتمون، ناس متربين ومتخلقين. المهم شكرا، بارك الله فيك على الاستضافة. وقت الصلاة هنا في الجزائر، الصلاة أولى منه. شكرا الأخ، بارك الله فيك حبيبي. شكرا. اخواني، اخوي زئبق قادر لتأدية صلاته. طيب، ابي جزائري واحد زين. ارجوك بس شوف لي منو من اخواننا من الجزائر تحت حاب انه يصعد، غير يعني شخص يكون عنده انترنت اوكي ويعني يقدر يتداخل. خواطر، دهن عود، عبدو، شخص واحد يرد على اخونا الزئبق، وهو يعني ادلى بقوله، فالرد على قوله مش على شخصه الكريم لانه قادر. السلام عليكم. يطلع كامل. عليكم السلام. كامل ما عنده انترنت. كامل كل ما يصعد يطلع صوته. هذا كامل صعدته. سأرد على الزئبق فيما قاله. نحن نرد على الأفكار، لا نرد على الأشخاص، لأنني لا أعرفه ولا يعرفني. فيما قاله على الحسن الثاني رحمه الله وهو أعظم ملك عرفه المغرب وعرفه العالم، والشاهد على ذلك هو حضور العالم بأسره في جنازته، وبعقله وبحكمته لا يسقط فيما قاله. هو قال بأنه استعمل الموصل للتصنت، وعندما يرجع المصدر، عندما يعطي المصدر يتكلم على الكيان الصهيوني الكذاب الذي يكذب جهارا نهارا، يكذب في كل الوقت، يكذب لخلق الفتنة. وعندما يتكلم يقول الكيان الصهيوني اللقيط ويسبه، وفي الأخير يستشهد به. هل تستشهد بشيء أنت في الأساس تدمه، أنت في الأساس لا تثق به، تستشهد به على مسلم، على أمير المؤمنين. نحن الحسن الثاني أمير المؤمنين عندنا، أبى أم كره. وفيما قاله الزين، انظر نظرة الاستعلاء عند الإخوة الجزائريين. نحن أحسن منكم، نحن نعيش الرفاهية، نحن هذه. أخي، نحن نتمنى لكم الرفاهية، نتمنى لكم أن تعيشوا في بحبوحة من الأمر، وأن تصبحوا كدول الخليج، عندكم الغاز والبترول ما لم يمتلكه المغرب. وأخي، أعاتبك أستاذ خليفة لأنه كان مرارا يقارن بلده بالمغرب ويقول بأن المغرب يعيش الفقر. أين رأيت الفقر يا أخي في المغرب؟ المغرب كرويا واقتصاديا واجتماعيا الفقر يوجد في كل مكان، الفقر يوجد في جميع دول العالم. أنا أسكن أمريكا، إذا رأيت الفقر الذي يوجد في أمريكا ستبكي. لا يعني بأن الدولة كبيرة والدولة عظيمة بأن ليس هناك فقر. نحن نتكلم على الموارد، وعندما طلبت منه مشاريع الجزائر خرج لي بالدخل الجزائري وبالبادجت البيدجي
استسمع على الكلمة، على السنوي للجزائر. أنا لم أتكلم، يعني إنسان عنده أموال كثيرة ورث عن أبوه، هذا لا يعني أنه سيصرفها كما يجب. هناك سوء الإدارة، أنتم عندكم سوء الإدارة. انظروا إلى إخواننا في الخليج، لديهم نفس الثروات، البترول والغاز، وتبارك الله ما شاء الله والله يزيدهم. هناك الإمارات تبارك الله، الكويت، يعيشون ويعيشون ويعطون للناس الصدقات. أنا أعرف الكويتيين وأعرف، سيقولون إن في الكومنتر أنت ترمي الورود. لا أرمي الورود، هؤلاء أناس نجحوا ونحن نتمنى أن نكون معهم. معليش ندير كاميرا الأستاذ. حاضر أخوي خواطر خلص. زين ناخذ المداخلة لو سمحت، ولا غير دقيقة فقط أنا باش اسمح لي خويا مالك. كمال تفضل. اسمح لي كمال، اسمح لي. الأخ باش تشوف بلي الأخ زئبق ما قالش كلمة من راسو. هنا نديرو تسريب القمة العربية، آلاف المقالات تقول على أنه تقرير إسرائيل تجسست على قمة عربية بمساعدة من المغرب. إسرائيل حصلت على تسجيلات لقمة العربية 1965. من بعد واش ندير؟ نروحو نشوفو دقيقة بعجالة، نشوفو تل أبيب نصب تذكاري تكريما للحسن الثاني الملك المغربي الراحل الحسن الثاني بإسرائيل في تل أبيب. نزيدو نشوفو بسرعة عجالية خفيفة هنا الحسن الثاني رحمه الله يقترح انضمام إسرائيل للجامعة العربية. هنا اقترح باش تنضم إسرائيل للجامعة العربية وتولي معانا. قطع عندك ولا شنو صار؟ طيب إذا قطع عندك أنا بس أرد عليك. لا تسمع فيها اسمع تفضل. لا اسمح لي الأخ خليفة، هنا حبينا نقول فقط على أنه نحن لا نفتري عليكم كذبا، وإنما الحقائق التي تحاولون أن تدلسوها وفقط. احنا ما راناش ضد الملك تاعكم، يروح يختار أي جهة تناسبه. على الأقل لا تنكرون وجود نصب تذكاري للحسن الثاني في تل أبيب وحي باسمه. وباش يكون في علمك أنه الكيان الصهيوني لا يعمل النصب التذكارية لأي من كان يكون. أكو تعرفوا الخلفية تاعهم والتوجه تاعهم. الأخ كان يقول لك الجزائر زعما لو باستطاعتها أن فعلت. الجزائر هي من غلقت الحدود وهي من قطعت العلاقات. وباش يكون في علمك الأخ خليفة، الجيش الجزائري مصنف كثاني أقوى جيش في إفريقيا بعد مصر. يعني لو زعما كنا نريد حربا معهم موش مشكل، يعني عندنا الإمكانيات. شفت انت واش تكلمت مقبل على العراق مع الكويت، نفس الشيء حدث للجزائر بعد استقلالها مباشرة في 1962 1963. الحسن الثاني يشن هجوما على حاس بيضة وتنجوب الجزائريتان محاولا استعمارهما. يعني نفس الشيء، يعني لو نطبقوا المقال هم من يعتادون وليس نحن. احنا فقط رانا نجاوبوا وهذا ما كان. وحتى بالنسبة للبروباغندا هذه الممنهجة ضد الجزائر وضد كل ما هو جزائري، لأنه نشوفوهم اليوم يروحوا اللايفات تاع الماليين يسبوا الجزائر، يروحوا اللايفات تاع الإخوة في الخليج يسبوا الجزائر. يعني ممنهجة من أجل تشويه الجزائر وفقط. ولكن احنا نعرفوهم ورانا نردوا عليهم بالحقائق وفقط، هذا ما كان. وشفنا الدكاترة تاعهم يقولوا لولا الكيان الصهيوني بعد التطبيع لكانت الجزائر قد فعلت وفعلت. وكما قال الدكتور صنيبي لقد ظلمتنا الجغرافيا بالجزائر. فهمت؟ يعني طبعوا من أجل الجزائر وهذا ما كان. هما لو عندهم القدرة نطبق عليهم نفس المقولة لا يتركون الجزائر راح يحتلوها من السافل حتى العالي. ما نعرفوهم احنا ونعرفوا التوجه تاعهم، هذا ما كان. نحن في حالة رد شبهات وليس هو فقط الدفاع. احنا رانا نردوا عليهم شبهات فقط ولا يعنينا امرهم. اما بالنسبة لقضية الصحراء الغربية في الجزائر عضو مراقب مثلها مثل موريتانيا، ونتكلموا احنا من حقنا ندعموا الشعوب. خلص وقتك اخوي. زين، بس في امر واحد بعول عليه. انا شخصيا مع العلم اني محايد، ولكن هذا الامر لا استطيع ان احايد يعني فيه، ولا استطيع ان اكون يعني
مدافع بشراسة لتعدد الأسباب، لأني عاهدتكم أن أكون محايد. طيب، أول شيء أنا شخصيا كخليفة لو يأتي أي تسريب أو أي أمر، واسمح لي أخوي ما أقدر أطلعك، لأن 3 من المغرب 3 من الجزائر، أحتاج جزائري واحتاج مغربي حتى يكون يعني النصاب متكامل والنقاش متكامل. في الدرجة الأولى لو يأتي الكيان الصهيوني بمعلومة ويقول أن هذا الأمر، ونشكر زين على مساعدته لنا، قد هو يأتي لضرب الأسفين ما بيني وبينك أنت شخصيا، مع العلم أني أنا شخصيا يعني أتمنى تفهمون هذا المعنى. العرب يقولون أنا ماني بخب ولا الخب يخدعني، يعني مستحيل أنا يعني ما أنخدع. فالكيان الصهيوني أي أمر يأتي فيه ويعني ويوضح ويشير بأن فلان تعاون معي مشكورا، ما راح أخذ بكلامه، وحتى لو كانت هذه الدولة مطبعة معه أنا شخصيا ما راح أخذ بكلامه لتعدد الأسباب، لغاية ما أجي وأقعد مع الشخص نفسه وأسأله أسئلة، فإذا أعطاني الأمر ووضح لي إن حصل كذا وكذا 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 من أجل كذا، أنا شخصيا هني أتخذ إجرائي. مثل اللي يقول لك سمعت عن فلان فقال إيه، فتوجه لي فلان واسمع منه. أنا اليوم سمعت عن إن زين شتمني، أجي حق زين دايركت وأقول لك يا زين أنت شتمتني، تقول لا أنا ما شتمتك ولكن أنا قلت كذا كذا كذا. طيب، الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه رجل في المغرب، عنده أرض جميلة، عنده شعب جميل، عنده جيش جريء، عنده يعني دولة يطمع فيها الكيان الصهيوني بتعدد الأسباب، ويطمع الكيان الصهيوني في كل بقعة وأرض مسلمة. فضرب الأسفين بأمر واحد، أن يزج الكيان الصهيوني أمر بأن حصل كذا وكذا وكذا وكذا، وكلكم تفقهون هذا الكلام. اليوم أنت كجزائري أنت تمنع أرضك أن الكريمة أن يدشها الكيان الصهيوني أو إسرائيلي، ولكن ثق بالله تماما لو كان الإسرائيلي يبحث عن زيارة الجزائر لوصل إلى الجزائر، هذا أنا وقتي خلص بس عشان أوضح، يقدر يجي الجزائر بجواز أمريكا وفرنسي أو أيش ما كان. فالكيان الصهيوني متغلغل، والكيان الصهيوني أنا شخصيا ما أصدقه لو قال أنه إذا خطيت خطوتين إلى الأمام هناك عبوة ناسفة تنفجر وتفتك فيك، أنا راح أمشي، لأني ما أصدقه. يمكرون ويمكر الله إن الله خير الماكرين، فهذا يعني ما أخذ بقولهم. خليفة، المغرب لم ترد على المقال اللي دارته في لومو. أكيد ما راح ترد، لأن ترهات من كيان صهيوني عيب على المغرب أنها ترد عليه. بارك الله فيك. سأجيبك دقيقة يا عبدو أرجوك. النصب التذكاري ممكن الحين ممكن أنا شخصيا ممكن يجي إنسان كارهني بشدة فيحط لي نصب تذكاري علشان يخليكم تكرهوني ويضربكم فيني فيتمكن. لغة الكيان الصهيوني فرق تسد يا أستاذي، أنت عربي وأنت مسلم وأنت مؤمن وأنت عارف علينا أن نروح حق الرسول صلى الله عليه وسلم في أموره، فإذا سمعنا وفسرنا فقهنا. ثق بالله تماما أنا شخصيا أنا خليفة والله أني أرفض أن أتجلى في هذا الأمر، لأن أنا عاهدكم أني أكون بينكم محايد. أنا ما أبي أكون مع أو ضد، المعنى واضح. اليوم لو كل العالم طبع مع الكيان الصهيوني ثق بالله تماما التطبيع لا يعني التأييد، بل يعني استمرار الأمن والأمان في فلسطين. هذا كل الدول اللي طبعت قالت. أنا عن نفسي أرفض التطبيع وأكره الكيان الصهيوني وأكره كره يعني مش أمر طبيعي. الكيان الصهيوني مو واجب أن يكون له وطن، واجب أن يكون مشرد، وواجب أن فلسطين ترجع حرة أبية، فلسطين حرة، فلسطين فري، فلسطين اللي يبغى. مستحيل، شاء من شاء وأبى من أبى.
أسأل الله أن يجمعنا في يوم نؤدي فريضة في مسجد الأقصى، وأن تكون حرة من الكيان الصهيوني ومن النجساء اللي دنسوا هذا المسجد الكريم. ولكن هذا مثل الرسول عليه الصلاة والسلام يا أخوان، احنا مسلمين، احنا مش نتكلم في حوار رئيس ودولة وملك وما اعرف ايش، هذا دين، هذا مثل الرسول بأبي وأمي يا رسول الله. اخواني انا استوقف نفسي عند هذا المكان واستكمل كلامكم، وأرجوكم أن ما في أحد يستشهدني بأمر، لأن أنا عاهدت نفسي أني أكون محايد ما بينكم. اثنينكم أحبكم، اثنينكم أجلكم، اثنينكم أحترمكم. أنا المغرب رحت لها أكثر من مرة، لكن الجزائر ما جيتها، وإن شاء الله يجي يوم من الأيام أجي الجزائر وأشوف إخواني. ولكن أرجوكم رجاء أن نرتقي في نقاشنا حتى نلتقي بأفكارنا. أخوي زين ختم في مداخلته. إخواني من اللي حاب يرد عليه من المغرب فليتفضل يفتح. أنا أجيب على النقطة التي أشار إليها أخ اللي خرج، لما قال أن الحسن الثاني. أولا قبل أن آتي إلى هذه النقطة، لأن منذ أمد يعني لم تتح لي الفرصة للتحدث في بعض الأمور، فمنذ أن طرحنا مشكل الصحراء وقالوا الجزائريين أن الجزائر يعني ليست بطرف في هذا النزاع، فلماذا أنتم أولا في هذه المنصة؟ يعني إذا كان الخلاف بيننا وبين الصحراويين، أول من يدافع الآن هم الجزائريين، ليس هناك صحراوي يتحدث باسم هذه القضية. هذه أولا. ثم لأرجع للنقطة التي اتهم فيها ملكنا الحسن الثاني رحمة الله عليه على أنه كان يعني يسرب هذه الأمور للكيان الصهيوني. فبالله عليك، متى كانت القمة العربية يعني سرية لهذه الدرجة حتى تحتاج لمسرب لأخبارها؟ فيجب أن تعلم يا أخي أن أمريكا قبل أن تعقد أي قمة لحل المستعمر. هذا فقط كتوضيح. و يعني تحدث الأخ عن كثير من الأمور، لم أتذكر فقط هذه النقطة التي أريد أن أوضح فيها. فلو كان للحسن الثاني ما قلتم رحمة الله عليه في هذا الموضوع، فلماذا يعني خاطب مؤخرا إسماعيل هنية المغاربة وطلب منهم دعم هذه القضية؟ فهو يعلم يعني العنصر الأساسي المدعم لهذه القضية في شمال إفريقيا